أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا إلى استوديو الجزائر. طبعا كما أعلنت قبل الفاصل موضوعنا الثاني حول ما حصل اليوم في ولاية عنابة، وبالضبط في بلدية البوني، وبالضبط في حي طارق بن زياد، وبالضبط في عمارة من عمارات هذا الحي. حصل انفجار للغاز على ما يبدو في الطابق الأخير من هذه العمارة. طبعا سنشاهد هذه الصور مشاهدينا الكرام التي تظهر جانبا من الأضرار التي حصلت في هذه العمارة بعد انفجار للغاز فيها. هذا ما خلفه هذا الانفجار: أثاث المنازل، وهذه وضعية هذه الشقة السكنية بعد انفجار الغاز فيها. الحصيلة كانت 17 جريحا، من بينهم طفلة رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر فقط. تم استخراجها من تحت أنقاض هذا الانفجار بمعجزة حقيقية، وكانت العناية الإلهية فوق كل مخاطر أحاطت بهذه الطفلة الرضيعة. هذا هو الحي الذي اهتز اليوم والذي شهد هذا الانفجار حسب آخر الأخبار، وحسب محكمة الحجار التي أصدرت بيانا بخصوص هذا الحادث، حيث قالت أن الحادث يتعلق بانفجار إحدى الشقق بحي طارق بن زياد ببلدية البوني. والحادث خلف 17 مصابا نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات. والحادث خلف أضرارا مادية بالغة في العمارة. وأضافت المحكمة أن وكيل الجمهورية انتقل إلى عين المكان وأمر بفتح تحقيق حول الوقائع، ويشمل أيضا معايير السلامة للأجهزة الكهرومنزلية المستعملة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الملازم بلال إيباديون، وهو المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة. سيدة الملازم، مساء الخير. أهلا مساء بك. النور سيدي. أهلا بك سيدة الملازم. إذا أنتم كنتم كحماية مدنية في عنابة في عين المكان لحظات فقط بعد حصول هذا الانفجار، وقفتم على عمليات الإنقاذ، ووقفتم على ما سببه من أضرار ومن خسائر مادية. كيف تصفون لنا ما حصل اليوم؟ فيما يخص تدخل اليوم من مشاهدة ولاية عنابة، وبالضبط كما تفضلت وقلتم بالضبط حي طارق بن زياد التابع إداريا لبلدية البوني صباح اليوم في حدود 9:30 صباحا. حادثة مأساوية تمثلت في انفجار لغاز المدينة داخل شقة سكنية. فيما يخص هذه الشقة متواجدة بعمارة متكونة من طابق أرضي زائد 4. خلف هذا الانفجار خسائر مادية فادحة تمثلت في انهيار كل منزلين بالطابق الرابع، كما ألحق أيضا أضرار بثلاث منازل أخرى بالطابق الثالث. هذه فيما يخص الحاصلة الخاصة بالخسائر المادية. أما فيما يخص الخسائر البشرية المسجلة من طرف مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة والضحايا اللي تم إجلاؤهم ونقلهم بواسطة سيارة الإسعاف هي 12 ضحية. 12 ضحية لهم جروح متفاوتة الخطورة أيضا ولهم حروق. بالنسبة للضحايا هذه أعمارهم تتراوح ما بين 9 أشهر إلى غاية 60 سنة، لهم إصابات متفاوتة الخطورة، وسجلنا ضحية في حالة صدمة. هذه فيما يخص الخسائر البشرية المسجلة والتي سجلتها مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة. وفي هذا الصدد سخرت مديرية الحماية المدنية كافة الإمكانيات المادية والبشرية والمتمثلة في 5 شاحنات إطفاء زائد شاحنة السلم الميكانيكي، وأيضا 4 سيارات إسعاف زائد 4 سيارات إسعاف صحية وسيارة إسعاف طبية. وكذلك تم الاستعانة بواسطة الفرقة السينوتقنية أي فرقة الكلاب المدربة. هذه استعملناها في البحث عن الرضيع. أيضا استعملنا فرقة التدخل في الأماكن الوعرة. فيما يخص هذا التدخل أنه عند الوصول للمكان كان هناك إجلاء الضحايا ما كانتش عندنا صعوبة أنه في عملية الإنقاذ. بقي فقط رضيع أنه كانت عملية البحث تمت لمدة 2 ساعتين، وين
كافة الإمكانيات كانت في عين المكان، والعملية تمت بقيادة المدير الولائي للحماية المدنية. ما شاء الله ما شاء الله، يعني خصوصا مشهد انقاذكم من الرضيعه صراحه يعني تقشعر له الابدان، ونحن في حاله الفرحه والذهول ايضا مما حدث. سيده الملازم بلال إبادون، حدثنا اكثر حول ما حصل للرضيعه، كيفاش وجدتوها؟ اين بالضبط؟ ساعتين وانتم تبحثون. فيما يخص الرضاعة، اولا انه كان من اهل الضحيه انهم يقولوا باللي كاين ضحيه وهي رضيعه تبلغ من العمر 7 اشهر تحت الانقاض، فكانت هناك استعمال كل الوسائل المخصصه لعمليه البحث، سواء الفرقه المختصه في الانقاذ او فرقه الكلاب المدربه. كان عمليه تمشيط المكان، وكانت بطرق علميه، وين توصلنا المكان الضحيه في وقت وجيز جدا. يعني منذ تلقينا الخبر من عند اهل الضحيه انه كاين رضيع، العمليه في مده 2.5 ساعات تم استخراج الضحيه. وش الشيء اللي حماه هذا الرضيع سيدة الملازم؟ يعني في المنزل أين وجدتوها بالضبط؟ الرضيعة وجدت تحت الأنقاض، يعني ترجع قدرة أنه اللي صورت الفيديو هذاك وأنه اللي بعثته، يعني كانت فرحة الناس، فهمتي؟ نعم شفنا هذاك الفيديو، شفنا الفيديو يعني كان يعبر على كل شيء. نعم صحيح، صراحة. وربما سيدة الملازم قضية أنه ما حصل كان في الطابق الأخير، هذا الشيء ربما صعب شوية العملية، يعني استنجدتم بالسلالم؟ اكيد انه التدخل كان في الطابق الرابع، وين يستلزم تدخل الحمايه المدنيه بواسطه انقاذ الضحايا بواسطه سلم الميكانيكي، وهذا لخطوره الصعود اليه. معلش سيدة الملازم بلال إبادون المكلف بالاعلام على مستوى مديريه الحمايه المدنيه لولايه عنابه، نشكرك كل الشكر على هذه الافادات وعلى هذه المعلومات التي قدمتها لنا من قطاع الحماية المدنية. طبعا سنتصل بعد قليل بمراسلنا في ولاية عنابة الزميل زهير لشطب حتى يعطينا هو الآخر مزيد من التفاصيل، مزيد من المعلومات، خصوصا وأنه كان منذ قليل مساء هذا اليوم في مكان الحادث. سينقل لنا المشهد ما الذي أسفر عنه حتى مساء هذا اليوم، كيف هي وضعية هؤلاء السكان، هؤلاء الجرحى وهؤلاء الذين أيقظهم أو الذين هزهم هذا الانفجار صبيحة هذا اليوم، وما هي آخر المعلومات التي استقاها من هناك من الشارع في بلدية البوني ولاية عنابة، وأيضا من السلطات ومن مختلف المصالح الحماية المدنية وأيضا المصالح الصحية في ولاية عنابة. طبعا سيكون معنا بعد قليل الزميل زهير لشطب. هل الاتصال بالزميل زهير جاهز حتى نطرح عليه الأسئلة؟ زميل زهير مساء الخير. مساء الخير زميلي علي، مرحبا. اهلا بك. اذا زميلنا كنا نتحدث حول هذا الحادث وحول هذا الانفجار مع المكلف بالاعلام على مستوى الحمايه المدنيه لولايه عنابه. ما هي اخر التفاصيل واخر ما هو في المشهد هناك مساء هذا اليوم؟ والله اخي علي، بدايه السلام عليكم، مساء الخير ولكل مستمعي ولكل مشاهدي قناه البلاد الغراء. صراحه اخي ما حدث لم يكن بالهين، لانه كان مرعب بدرجه كبيره، لانه عندما ترى طابق كامل تقريبا ينسف والطابق اللي تحته يعني متضرر بدرجه كبيره، فيعني اقل شيء انك تصاب بالذعر. وما حدث هو حسب الاصداء يعني اللي استقيناها في عين المكان، تسرب الغاز كان مصدره سخان المياه للشقه في الطابق العلوي. من حسن الحظ ان الشقه هذيك كانت شاغره، وايضا انها كانت في الطابق العلوي، والا كانت الكارثه تكون اكبر. هي الشقه التي حصل في الانفجار تحديدا كانت شاغره. كانت شاغره، نعم كانت شاغره، لانه اصلا لو كانت يعني فيها اناس لكان تسرب الغاز لانه اول شيء موتا يعني. لانه اول شيء انا زميل زهير وانا اشوف هذه المشاهد، اول سؤال طرحته في ذهني سبحان الله، يعني الانفجار بهذه القوه وبهذه الاضرار الماديه الكبيره ما وقعش قتلى، يعني بقيت حاير.
الحمد لله كما يقال قدر والطف، يعني كما نقولوا احنا بالعاميه تاعنا. شو نقول لك؟ نعم زهير، حدثنا ربما حول قضية هذيك الطفلة الرضيعة اللي شاهدناها وهي تنقذ بمعجزة. صراحة هذا صورها اليوم ذكرتنا بهذوك الأطفال اللي كنا نشاهدوهم وهم يتم إنقاذهم من الزلازل التي حصلت في تركيا وفي سوريا قبل شهور. فعلا هذه الطفلة كتب لها عمر جديد. اكيد نعم، انقاذ الرضيعه هو ثم احسن ما شاهدناه في هذا الكابوس. فرحه انقاذها يعني كانت فرحه كبيره وعمت جميع الناس والكل تنفس السعداء. هذه الصغيره يا صديقي يا زميلي علي، عمرها لا يتجاوز 7 اشهر لا اكثر يعني. ظلت عالقه تحت الانقاض، ومن حسن الحظ يعني وشوف القدره الالهيه انها لم تبكي وهي تحت الانقاض. لو كانت بكت تحت الانقاض ربما ذاك الغبار اللي كان يصيبها بالاختناق، لكنها يعني بقات صابره وقاعده تحت الانقاض وهي لا تعي شيئا الى ان يعني يتم انقاذها وكتب لها كما قلت عمر جديد. لم تبكي لم تبكي تحت الانقاض، لم تبكي لانه حسب رجال الحمايه المدنيه لو انها دخلت في هستيريا ولا في نوبه بكاء كان الغبار هذاك اللي في المكان كان راح يخنقها، لكنها هي لم تبكي، بقات قاعده صابره يعني معجزات كما قلت. والفضل في انقاذها ولا الفضل في العمليه هذه كل يرجع صراحه لرجال الحمايه المدنيه التشاوس، وهما من قاموا بكل شيء وهما اللي قلوا الخسائر على كثرتها. وعموما هو ما حدث يا اخي العزيز هو درس للجميع للحذر ثم الحذر من هذا القاتل الصامت اللي هو الغاز اللي راهو يتسبب لنا شتاء وصيفا في مشاكل لا حصر لها. طبعا ربما هو هنا في هذا الحادث زميلي الزهير فيه صعوبة معينة انه حصل في الطابق الاخير. من حسن الحظ قلت لك، من حسن الحظ ومن سوء الحظ يعني في قضية انه تنقذ يعني مصابين في الطابق الاخير، هذا يصعب شوية العملية. لا او اصلا الشقه كانت شاغره اولا، لانه تعلم زميلي انه هذه العمارات في بلديه البوني عمارات نقدر نقولوا مهترئه يعني صراحه، لانه لو كانت الشقه في النص ولا من تحت كانت الكارثه حتكون اكبر بكل تاكيد. يعني من حسن الحظ انها كانت الفوق يعني تم نسف صراحه الشقه هذيك، تضرر الشقه بجانبها، تضرر الطابق لاسفل الشقه هذيك وفقط. وزهير ربما قضية المصابين يعني عندك معلومات حول إصابتهم ودرجتها؟ طبعا نتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل في أقرب الأوقات إن شاء الله. ان شاء الله. على كل حال المصابين تم نقلهم لثلاثه مراكز صحيه، عندك في بلديه البوني مستشفى البوني ومستشفى ابن سينا في عنابه ومستشفى سانتيراز المختص في الحروق. درجات متفاوته، لكن الاهم هو انه لا وفيات يعني. الحمد لله الحمد لله. يعني الشيء الإيجابي في هذا ما حصل اليوم أنه ما فيش وفيات. ودرجات الإصابات يعني مطمئنة؟ حسب الأصداء الواردة دائما مصدرنا الحماية المدنية هو الأكثر تضررا هو الشخص اللي يفتح الشقة في الطابق العلوي، ذاك هو اللي يعني قام بإشعال الضوء، وهو اللي يعني يتسبب في جروح كبيره على مستوى الصدر وعلى مستوى في يعني من امام يعني تعرض للحروق يمكن وصفها بالبليغه. نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل. اليوم ربما فيه محكمة الحجار فتحت تحقيقا حول هذا الحادث. اكيد هي المختصه اقليميا وفتحت تحقيق والتحقيق جاري الى ان يفضي النتائج. وعموما انه سكان العماره هم حتى اللحظه ما زالوا تحت العماره زميلي ينتظرون مصيرهم، والسلطات يعني قد جهزت لهم مكان للايواء، مكان خاص. من المستحيل انهم يقضوا ليلتهم اليوم في العماره المنفجره يعني ان صح التعبير، وتكفلت ايضا بجلب لهم توفير وجبات العشاء. والوالي كان قد عاين الحادث وطمأنهم بتوفير البديل للمتضررين يعني لانه السكنات لم تعد يعني قادره باش تأوي السكان، راح يعطيهم البديل حسب الاصداء الوالده. ان شاء الله. ربما وكيف يعني كان الحديث حول سبب هذا الانفجار اليوم، خصوصا قضيه سخانات المياه والاجهزه الكهرومنزليه والاجهزه اللي تمشي بالغاز، هذه مشكل عويص جدا، خصوصا أننا نقترب شيئا فشيئا من موسم الخريف ثم الشتاء. هذا ربما يكون ناقوس خطر قد دق مبكرا هذه السنة. أكيد هي ثقافة الصيانة، ترجع لثقافة الصيانة. وهو كما قلنا يعني الشقة كانت شاغرة ومولاها يعني كان عنده تسرب للغاز من السخان وهو ما كانش على باله به. لا للأسف في اللحظة اللي كما قلنا شعل الضوء انفجر يعني الوضع.
زميل زهير زشطب مراسل البلاد من ولاية عنابة، نشكرك جزيل الشكر على هذه الإفادات حول هذا الحادث الذي حصل اليوم في ولاية عنابة والذي خلف 17 جريحا، منهم طفلة في عمرها فقط 9 أشهر حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية في ولاية عنابة. نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لجميع المصابين، وإن شاء الله الجميع يحترس ثم يحترس من تهديدات الغاز، هذا القاتل الصامت أو حتى القاتل اليوم قاتل منفجر وقاتل مدوي مثل ما حصل في هذه الصور كما نشاهد في هذا الدمار الكبير الذي خلفه، وكأنه انفجار قنبلة في هذا المكان. لحسن الحظ المكان مثل ما قال مراسلنا لم يكن مأهولا، بل فقط شخص لما دخل هذه الشقة وأشعل الضوء فحصل هذا الانفجار، وبالتالي أنه معظم من جرحهم هذا الانفجار كانوا على بعد مسافة منه، خصوصا معجزة الطفلة الصغيرة التي ربما وكأنها سمعت نصائح أو سمعت توجيهات بأن لا تدخل في نوبة بكاء أو التي تتطلب تنفسا بكميات كبيرة، فهذا ما هدوءها وبقائها هادئة هو ما كان سببا في نجاتها بهذه المعجزة الإلهية. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذا الجزء أو حصة استوديو الجزائر. ألقاكم بخير، السلام عليكم.